الرحمن الرحيم. الخامس دوبا شنفان عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي اخذ سيفا دوبا سيفي تكني فورجان يوم احد وياود فقال دوبا نجي من ياخذ مني هذا اينيو سيفي تنفلتا جان فبسطوا ايديهم نمو اركبني كل انسان منهم شفتنا ما يقول انا جان قال نبي ربي نجان فمن ياخذه بيقه اينيو اكساتين فلتا جان فهجم القوم وقو نبي نكنا جان نمو چل جان جچو فقال ابو دجانة رضي الله ابو عنه ابو دجانان جي انا اخذ بيقه انا تو اكسيتين فلتا اجي فاخذه دوبا نفلته ففلق به سيفي سنين نكره هام المشركين متى مشر التواني رواه مسلم وديس اسم ابي دجانة مكان سا سماك بن خرشة أكان جنين قوله جتشي أهجم القوم جتشولا أي توقفوا للابة فلق به فلق بي جتشون أي شق نمر جتشو هام المشركين جتشون أي رؤوسهم متى ثاني جتشو السادس آية عن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك أنس الممالك الدفرجان فشكونا إليه دوبا إسات من نجان ما نلقى من الحجاج وان حجاج بن يوسف الراقون من حجاج كون صحابة في تلفرة صحابة هم ديدم يغرفة في فقال دوبا كانوا جيجان أنس اصبروا يا جرنا أفسادا فإنه شانين لا يأتي زمان تكون رفو جيجان إلا والذي بعده شر منه يخربوا دار رحمات ملك قاف سيبيخ عرامي حتى قاف تلقوا صحاباتي بيخ دبنت للا حتى تلقوا ربكم هنگ ربي خيسن كن نمتنت نما أفسادا أنو جيجان للا سمعت أنا خمد ديدم يغرف في تبر سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم دبيت النبي خيسن الرائن دقي جيجان رواه البخاري آية السابع تربفان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي قال أكجان بادروا بالاعمال مالجت بادروا بالاعمال دلقت الدفاجن 7 قبل 70 سوا تربى سنة النبن لا هل تنتظرون ثانية إدني جن الا فقرا منسيا مسكين ما نمر فشيفتو تاتي ملي او غنى مضغيا تكاو درم ما نمجلفتو تاتي ملي او مرضا مفسدا تكاو كوبا قامنا ما بل ساتي ملي او هرما مفندا تكاو دل ما نمت تراسفتو تاتي ملي او موتا مجهزا تكاو دو نما جيسيتو تاتي ملي او الدجال تكاو دجال ملي وشر ويدني غائب إني شريفة قوتي جن ينتظر جزي ربي نساك بين إيقام جن او الساعة قياما ملي ويدني جن فالساعة أدها وما قياماتو وهندر جبدو وهندر حدويتو لا أجل لا رواه الترمذي وقال حديث حسن آية الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قال نبينا كجن يوم خيبر يا خيبرا لأعطين هذه الراية والله فخد باندراتا نين كان نجن رجلا نما يحب الله ورسوله ربي رسول جالته يفتح الله على يديه ربي نركسا رتي فتي إسلاما في دو قال عمر رضي الله عنه عمر دوبا كجي ما أحببت الإمارة أنت كاد أن يمان جالن يجي إلا يومئذ يا سمالي فتساورت وليني تدجي لها باندرا سنيف رجاء خجل لا داف أن أدعي لها إسي ياممو فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب رسولني آمجي علي بن أبي طالب علي رضي بن أبي الله طالب. عنه فأعطاه أكثر إياها باندرا سن كنف وقال دوب جين امشي تم ولا تلتفت إفدوب اللالين حتى يفتح الله عليك حق ربي نركا خيت الرفتي في دوجين فسار علي شيئا تكشو كده مالي ثم وقف إيقنا دابت ولم يلتفت إفدوب اللالي فصرخ للبي يا رسول الله يا رقم ربي على ماذا أقاتل الناس مال رتين مال لولاجي قال نبي نجنين قاتلهم إسان اللولي جنين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حق وأن تكتم ربي محمدا رسول رقاباني الله محمد رقا ربي تي فإذا فعلوا ذلك فقول خنا دلقا فقد منعوا منك فقد منعوك
لقاس الأوركان جنين دماءهم عن إيراق دماء ديغا ساني غنى قرى وأموالهم قري ساني سامورا إلا بحقها حق إسلامنا نراقب دمالي وحسابهم على كيس ساني الله قرقدو رب الرجلا جنين رواه مسلم آية فتساوت جتشون وبسين المهملة آية أي وثبت أولين تعالى جتشو متطلعا عالم ملتاتين باب المجاهدة بابا خنا دين كيست لب الججباتشو سنو تدبتني مجاهدة قال الله تعالى ربي نلتني جا والذين جاهدوا فينا قرمين دين كي يخيست لب ساني جهاد قدن لنهدينهم سبلنا بخرا دين كي يسان كجيل جا وإن الله لمع المحسنين ربي ورغاري يدلقو جيجرجا وقال تعالى آية واعبد ربك حتى يأتيك يا اليقين علمنا ما ربي خي قبري هنگدو تسدو مجاهدة قنيس وقال تعالى آية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تبتيلا ربي خي ذكري وتبتل إليه كما ساكتي تبتيلا كتين سجا أي انقطع إليه أكنا جيتو وقال تعالى آية فمن يعمل مثقال ذرة نمشي أنغمتي مسكال زرات كدلقي خيرا غاري يره ني أركجا وقال تعالى آية وما تقدموا لأنفسكم وانبو تيسني دبر فتن من خير غاري را تجدوه عند الله ربي برني قرتنجا هو خيرا على چالتو تاتين وأعظم أجرا يا ثوابات اللي قدو تاتين وقال تعالى ربي نلتني جا وما تنفقوا من خير هوري را وان كنتن فإن الله به ربي عليم وانسين كنتن سنما بيخجا والآيات في الباب كثيرة معلومة آية وأما الحديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقما ربي جان إن الله تعالى ربي نلتي قال نجيا من عادى لي وليا نما نغبر تقت لا تقدتي فقد آذنته بالحرب أني سألو يسبيسي سجا وما تقرب إلي عبدي قبرتي بشيء خو خلقو وان دي هاتجا أحب إلي بشيء أبا إلي وان نبي رجالة تمون مما افترضت عليه وان نسر واجب قدران وما يزال عبدي قبرتي خو وان دي مجا يتقرب إلي كما خو دي أجورا بالنوافل سنوانين حتى أحبه أنقاني سجالة دوت فإذا أحببته وقوداني سجالة كنت دوت سمعه لقياسات تاجا الذي يسمع به لقياس سنو خدقون وبصره أركاسات تاجا الذي يبصر به أركان سنو خاركون ويده أركان تابجا التي يبطش بها أركي سنو خوين دلقو ورجله ميلان تابجا التي يمشي بها ميل سنو خنسين ديمو وإن سألني يونا خدته أعطيته إسابين كنجا ولئن استعاذني يونا مجنفته لأعيذنه إسان تيسجا رواه البخاري آية آذنته جتشون أعلمته جتشو بأني محاربا له أني سألو لادا استعاذني جتشون هو بالنون استاذني تسو ديفمي وبالباء استاذبيت اللي وديفمي الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وربي صار وديس وجل خيست قال ربي نكجي إذا تقرب العبد إلي شبرا قبل الشيخو قمخو تاكو نقودياتي تقربت إليه ذراعا كل ما نتليات دايا وإذا تقرب إلي ذراعا كل ما نقوها خودياتي تقربت منه باعا متران نتليات داجا وإذا أتاني يمشي أقول سوتا دي ما ندفه أتيته هرولة دلوفات التلفجا رواه البخاري أكنيت ربي خينيا برسان الدبو إسافي الله فسا أجيجو إسافانين ديما والنبى برباچي سمالي أتمان بوتو خيت ربي غرغلو آية الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نعمتان كان نيلما مغبون فيهما إسي خيس الدقمجان كثير من الناس يدون نما الصحة والفراغ حيا في هذا دبولا أجن رواه البخاري آية الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آية كان يقوم من الليل نبينا الكن كدابتو تي حتى تتفطر قدماه هنغير بتسار دوتو تيالا فقلت له دوبا إساني انججت لما تصنع هذا يا رسول يمالي بكرة الله جلي ديار قما ربي وقد غفر الله لك وقا ربي سيار عالمي ما تقدم من ذنبك بليتي وما تخطي تأخر بتغنى الليلة قال نبين دوبا كجان أفلا أحب أن أكون عبدا قبل شكورا ربي قرأت قرأت توم فدوه إلا لا
وننا كان بدوف ربي قالت قال شورا جللا متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل ويقضاها له وجد وشد الميزر. متفق عليه. والمراد العشر والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان. والميزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال شددت لهذا الأمر ميزري أي تشمرت وتفرغت له. السادس